ترى هنقدر نشيل الميك اب بميه بس والاسبونجه دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ازيكم؟ انا بسنت سالم، وفيديو النهارده هنجرب الاسبونجه اللي بتشيل الميك اب بالميه بس، الاختراع الاكثر شهره في عالم السكين كير حاليا والميك اب حاليا برضو، وهيفضل لحد ما نتاكد هل هو اختراع بجد ولا اي كلام. الاسبونجه دي اتبعتت لي من شركه ايكو واي، وقلت لكم ان رنا التراستد سيلر لشركة ايكو واي بعتتها لي علشان اجربها واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة ووضوح. فانا قررت ان اول مرة هعمل فيها فول ميك اب وهمسحه يبقى هجربها. والنهارده انا كنت في مناسبة، انا عارفة انكم مش متعودين على شكل كده بالفول ميك اب، بس انا حاطه ميك اب تقيل جدا. فيلا بينا نعرف هل الاسبونجه دي هتشيله ولا لا، وهنختبرها بعد ما تخلص هتسيب شوائب هنشيلها بالميسلر وبالقطن، ولا هتكون نظفت وشنا خالص ومش هنحتاج اي حاجه. الاول قولوا لي ايه رايكم في الاضاءه الجديده؟ والله مكلفاني شيء وشويات، علشان كده متنسيش تعملي لايك للفيديو ده وتشيريه ارجوكي، وتعملي لايك لبيج الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو الاكونت الانستجرام. خلوني الاول اوريكم شكلها. ده شكل الباكج اللي جات لي فيها، ودي الاسبونجه يعني حجمها، بصوا انا كف ايدي صغنطوط شويه بس هي قد كف ايدي، يعني خلينا نقول يعني انا ايدي ما يتقاسش عليها، بس هي يعني صغنطوطه كده، يعني ممكن يكون قطرها مثلا 15 سنتي او حاجه، عسوله قوي. الباكج بتاعها شكله حلو جدا. ورنا الحقيقه وهي بتبعت لي المنتجات ادتني شويه تعليمات كده. قالت لي اول حاجه ان انا لازم اغسلها بميه سخنه والصابونه المخصصه اللي هي دي السوب بتاعتها، وهي اورجانيك لاندري سوب. احلى حاجه لما تحطي ميك اب يكون اوريجينال، بيكون ده شكله فلولس جدا، يعني ما فيهوش لا تشوبه شائبه. انا حاطه فول ميك اب ومش باين ان هو فول ميك اب. ويا سلام لو بشرتك مترطبه ومهتميه بيها، ما يبقى دي النتيجه. انا يعني انا مش عايزه انام، انا عايزه افضل بيه حبه كده. ما بيسببش حساسيه ولا جفاف. فقالت لي ان انا لازم يعني اشطفها بميه سخنه واغسلها بالصابونه بتاعتها، وده اللي انا عملته هتشوفوه في الريل، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش حانت وقت الحقيقه. المفروض خلاص هي اتغسلت. يلا بينا. انا جبت الميه السخنه بتاعتي، والمفروض ان احنا بنغمسها كده تمام، وخرج منها شويه ميه، وبعدين نشوف بقى ايونات الفضه هتتفاعل ازاي مع الفول كفرج ميك اب اللي انا حاطاه ده. بسم الله. شكلها بجد ولا ايه؟ احنا هنكمل. انا المفروض كده خلصت. انا مش شايفه، يعني انا مش شايفه كويس هو شالت الميك اب ابي ولا لا. بس يعني هي الميه غمقت شويه لان انا كنت ببلها كل شويه. ولكن شايفين استنى، شايفين خلاص. احنا نقرب بقى، احنا زودنا الكواليتي في كل حاجه، فنقرب براحتنا وهتشوفوا كويس من كل حته. شايفين دي كانت غامقه، بس انا علشان عملت الميه يعني الميه غمقت، بس الميه غمقت خالص، كانت بتخرج فعلا. خلونا بقى نتاكد من كام في المية نضفت وشي. تعالوا بقى نتاكد، يعني انتوا شوفوا لان انا لسه هشوف، يعني لسه هبص في المرايه. ده وشي. انا حاسه ان هو مفيش حاجه، يعني عاده تقيله بتبقى عيني، وبالذات ان انا بحط ووتر بروف ماسكارا عشان لحظات الافراح دي بتبقى ايموشنال قوي، وانا بعيط، انا من الناس اللي بتعيط. طيب انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف فعليا هل هي نظفت وشالت الميك اب كله ولا لا. هنعرف ده ازاي؟ تعالوا نشوف. اختبار الحقيقه. قطنه عليها مثل ووتر،
ترى عايزه اقول لكم ان انا حطيت على القطنه مسلر كتير علشان لو في اي فسفوسه يشيلها. باصين، بصوا تعالوا نبص اكتر. بصوا يعني هي حاجه بسيطه قوي، يعني نقدر نقول 1-2% اللي لسه متبقي. يعني ممكن لو ضغطت على بشرتي اكتر كانت تشيل. والووتر بروف ماسكارا اتشالت بميه بس. يعني انا لحد دلوقتي لسه مش مصدقه. الاسبونجه طلعت بتشيل الميك اب فعلا بنسبه 98%. قدامكم اهوت في الفيديو. دي شكل القطنه بالميسلر ووتر. ميرسي يا رنا، ميرسي يا رنا انك اخترتيني علشان اعمل الريفيو ده. جماعه هاتوها. بس خلاص خلصنا. مش هندفع فلوس تاني في ميسلرز كتير. مش لا ريوزابل. يعني انتوا عارفين احنا هنعمل ايه يعني. وده برضو هوريه لكم في الريل. علشان هنغسلها بالصابونه بتاعتها وبس. نحطها في مكان اللي انت بتحطي فيه فرشك، كده كده بيبقى مكان نظيف. هتحطيها فيها ونبقى كده خلصنا. يعني شويه ميه سخنه وسبونجه تشلنا الميك اب. يعني ده كانت عمليه بالنسبه لي صعبه جدا. ميرسي يا رنا. مش عارفه اقول لك ايه. حبيت جدا وانصحكم يا جماعه بجد انكم تجيبوها. واتمنى يكون الريفيو عجبكم والتجربه العمليه دي عجبتكم. وقولوا لي لو عايزين نجرب منتجات كده كتير اون كاميرا يعني واحنا قاعدين. ف تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي له شير ولايك وتعملي بقى بقيه الحاجات. بقى مش هقعد ارغي كتير. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. باي.